ليه هناقشكو لو تقدروا ما تنفذوا اللي حايشكو، وانا ابدا ما التفت مهما يشكو. اللي بيبصوا ورا بيكفي على وشه، رجليك مش في جزمتي يبقى تسكو. طيب يا اخواتي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا يا اخواتي النهارده رجعت لكم فيديو جديد، وفيديو النهارده هيكون عباره عن النسخه اللي قلب المجال بتاعه ان انت هتتكلم في الجروب من غير ادمن والجروب مقفول. طب يا اخواتي مبدئيا كده النسخه دي طبعا مش نسخه عموما، يعني هو زرار، والزرار ده نازل من عند واحد معين، والواحد ده يا جدعان كل الناس طالعه تهبد وتقول لك مش عارف ايه، دي نسخه، دي مش عارف ايه، ده حوار، ده كذا ده كذا ده كذا. وهم كلهم اصلا هبدة ومش عارفين الزرار ده اتعمل ازاي، ولا اصلا مين اللي عامله، ولا انتشر ازاي، ولا يعني هو كله داخل يهبد، وكله داخل يركب الترند. وانا اخواتي انا حبيت ان انا اكون من اواخر الناس اللي تنزل النسخه دي، عشان حرفيا ما اشوفش كميه هبد في الكومنتات او هبد عموما في اي حته. طب يا اخواتي مبدئيا كده عايزين نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. اشترك في القناه، مشتركش في القناه وتفعل زر الجرس، تحط لايك للفيديو عشان نرفع الريتش حبه، عشان الريتش ميت خالص. تمام يا اخواتي، وعايزين نوصل 1000 مشترك في اروع. طبعا يا اخواتي النسخه زي ما انت شايف، تمام. طبعا النسخه مش بتاعتي، النسخه اجنبيه، عشان ما يجيش واحد يحور لي يقول لي ده انت حرامي، ده انت. النسخه اجنبيه، تمام، عشان نريح بس. وسايب لك لينك النسخه، لينك قصدي القناه الاجنبي في النسخه برضه، عشان لو عايز تتاكد انها اجنبيه برضه. تمام يا اخواتي، تمام. طبعا ده الجروب اللي هنعمل عليه التيست. طبعا الجروب ده مفتوح عادي جدا زي ما انت شايف اهو، الجروب مفتوح اهو، تمام كده. الجروب مفتوح اهو وانا بتكلم فيه عادي جدا اهو، تمام. تعال نتاكد بس ان الزرار مقفول، نتاكد بس ان الزرار مش متفعل بالشكل ده. لا الزرار متفعل كده، الزرار مش متفعل. تمام يا اخواتي، تمام. احنا كده قفلنا الزرار، وطبعا عادي زي ما قلت لك ان الجروب مفتوح، تمام. احنا لو جينا نقفل الجروب بالشكل ده كده، لو جينا عملنا كده كده، احنا قفلنا الجروب وهو مش ادمن اهو زي ما انت شايف. عشان نأكد برضو على الكلام، هو مش ادمن اهو بالشكل ده كده، تمام. الرقم التاني مش ادمن. لو جينا دخلنا كده اهو هنلاقي ان الجروب اتقفل، وما ينفعش ان احنا نبعت رسالة ولا نعمل اي حاجة. تمام يا اخواتي، تمام. لو جينا هنا دخلنا على سيتنج، على انتي فيروس، لو جينا فعلنا الزرار بتاعنا، تمام، ونرجع تاني كده بالشكل ده، ونرجع نخش الجروب تاني، تمام بالشكل ده، وجينا نفتح هنلاقي ان انت تقدر تبعت رسائل بالشكل ده. لو جينا مثلا بعتنا اي حاجة، تخش الجروب تاني هتلاقيها انها اتبعتت فعلا، وتقول بقى ازاي ومش ازاي وكده، انت فاهم. يعني هو الفكرة كلها في ان الزرار ده اهو هو بيفتح لك الجروب بس، انت فاهم، او بالشكل ده، وبتكلم عادي وبعمل ريبلي عادي ومفيش حظر ومفيش الكلام ده كله، تمام. ودي اول نسخة معدلة تنزل، ركز في كلمتي، دي اول نسخة معدلة، تمام، تنزل انها ان انت تتكلم في الجروب. ودي اول نسخة تنزل فيها الميزة دي، لانها نسخة كاملة متكاملة، تمام، فيها الميزة دي. عندك هنا طبعا تصفية الجروبات، طبعا هنكمل شرح عادي جدا مفيش مشاكل. عندك فيك شات، تمام. عندك النسخة دي هتبقى بباسورد طبعا، تمام. عندك هنا توجيه، اعادة توجيه، طبعا انت لو فعلت دي كده وجينا نخش على اي شات مثلا ونبعت اي رسالة كده بالشكل ده، وليكن نخش الجروب ونعمل كده، هتلاقي ان الرسالة ظهرت اعادة توجيه، تمام. ما اتبعتتش عادي، لا اتبعتت اعادة توجيه، تمام يا اخواتي، تمام. عندك هنا الافكت، تمام. عندك الافكتات زي ما انت شايف، حاجة جمدان جدا. والنسخة طرش الطرش. اشترك في القناة بقى وفعل الجرس وحط لايك واعمل شير طبعا زي ما انت شايف، وظبط الكلام كده عشان ايه، نسخة حاجة جمدان. طبعا عندك اللاست فيو هنا، عندك هنا احمد اليوتيوبر بيحبك طبعا، وانا بحبك فعلا، بس لو اشتركت وحطيت لايك وعملت شير كده انا احبك. يا اخواتي تمام. عندك ال 3 دي افكت، طبعا زي ما انت شايف. عندك هنا زراير الانتي فيروس. عندك هنا بقى ان انت تلجم الشات، وان انت تخفي المنشن، وان انت ما تهنكش اي حاجة. عندك هنا التذكر زي ما انت شايف. عندك هنا ان انت ترسل رسائل او فيروسات على حسب بسرعة، تمام. عندك هنا التحقق. عندك هنا اعادة توجيه طبعا زي ما انت شايف. وكده خلصنا الزراير كلها اظن بتاعت النسخة،
تمام. لو جيت دخلت هنا كده عندك بقى الاضافات العادية، تمام. وعندك هنا طبعا السمات، وعندك عندك اليونيفرسال هنا، تمام. عندك هنا الهوم سكرين زي ما انت شايف، وعندك هنا برضو الكونفرزيشن سكرين، تمام. عندك هنا الاباوت زي ما انت شايف. عندك هنا لو جيت دخلت هنا عند الويب سايت عندك هيحولك على قناة الاجنبي زي ما انت شايف اهو، عشان ما تجيش تقول لي دي مش عارف ايه ودي مش عارف ايه. لا الحمد لله مش نسخ حد. وعندك هنا الانستجرام بتاعي، تمام. والنسخة لو مش بتاعتي بقول انها مش بتاعتي عشان ما بقاش حرامي او اللي في نظر متابعيني او مش متابعين هم اخواتي، عشان ما يليش في نظر اخواتي ويقولوا عليا حرامي. طبعا يا اخواتي عندك هنا التليجرام هنا طبعا هيبقى اليوتيوب، وعندك هنا التويتر هيبقى الانستجرام بتاعي لو عاوز تكلمني، تمام. عندك هنا اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. عندك هنا تخش النسخه بالشكل الابوت ده، عندك حاجه جامده جدا، تمام. عندك هنا لينك شاتي لو عايز تكلمني وتتواصل معايا، وعندك هنا الانستا طبعا عشان برضو لو حبيت تتواصل معايا، تمام يا اخواتي، تمام. وعندك هنا الابوت بالشكل الجامد ده، تمام. وكده اظن النسخه هو حوارنا كله كان على ان انت الحوار كله كان على الزرار ده، الزرار اللي قلب الدنيا، تمام يا اخواتي، تمام. عندك هنا الاباوت برضو التاني اهو. طبعا يا اخواتي زي ما قلت لك ان النسخة مش بتاعتي ده اولا، ثانيا هو الترند كله في الحوار دوت، وانا حبيت انزله للاخر وحبيت انزله لكم في نسخة حلوة، تمام. وقلت انها مش بتاعتي عشان الناس اللي بتيجي تقول لك مش عارف ايه. طبعا خد اول رقمين من الباسورد كده وهيكون 1-0، تمام يا اخواتي، عشان بس الناس اللي بتقول لك ايه ده انت وانت 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 وانت. طبعا عندك هنا برضو لينك شاتي والانستجرام بتاعي. طبعا يا اخواتي يا ريت تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، واوعى تكون نسيت ان انت تصلي على النبي، تمام يا اخواتي. كده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده وبس كده. اظن ان مفيش حاجه تاني. طبعا برضو عشان اكد لك لاخر مره، لو جينا قفلنا الزرار كده تمام بالشكل ده، عشان اكد لك برضو المره الاخيره وان الزرار مش فيك. برضو زي ما انت شايف اهو كده خلاص مفيش حد، وما اقدرش ان أنا ابعت رسائل غير الادمين هو اللي يقدر يبعت. وطبعا تنويه مني ان النسخه ده باظ المجال حرفيا. بس كده يا اخواتي كده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. بس يا ريت قبل اي حاجه يا ريت تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، ويا ريت ما تكونش نسيت وتحط لايك وتشترك في القناه، واهم حاجه تعمل شير عشان تقدير بقى كده، عشان الواحد يعني حرفيا بيتعب عشان يجيب لكم الحاجه دي وبيدور ويلف. ويعني طبعا هي دي النسخه اللي هتنزل، وطبعا النسخه دي هنزلها لكم برضو بس لو لقيت دعم على النسخه دي، يعني عشان النسخه دي اجمد بصراحه. لو لقيت تفاعل على النسخه دي هنزل لكم النسخه دي. وبس كده يا اخواتي كده نكون خلصنا الفيديو، وخد لك اخر رقمين من الباسورد هو 20. وبس كده يا اخواتي، يلا يا اخواتي سلام.